يا مساء الجمال، عاملين ايه؟ مساء الورد، ازيك؟ مساء الفل عليكم كلكم. تعالوا النهارده هنتكلم عن حاجه يعني شبه ان انا اتسالت فيها الفتره اللي فاتت كتير. بما ان الحاجه بتتكرر قدامي بقول دي رساله محتاجه ان انا اطلعها لباقي الناس. سؤال مهم جدا بدأ يجيلي كتير في الجلسات، فقلت اكيد في ناس كتير محتاجه اجابه للسؤال ده. تعالوا النهارده ونشوف لو انا شخص قاعد في بيئه مؤذيه، يا ترى ينفع ان انا اتعافى واتشافى في قلب البيئه دي ولا لازم اسيب البيئه المؤذيه؟ يعني في ناس دخلت مرحله الوعي، مرحله التشافي، وبدات تكتشف ان هي المشكله عندها الاساسيه البيت، النشأة اللي هي موجوده فيها. طب يا ترى الصح ان انا اسيب البيئه دي وامشي خالص عشان اقدر ان انا اتشافى واتعافى من اللي حصل لي، ولا اكمل؟ يعني في ناس غصب عنها ما ينفعش تسيب المكان اللي هي فيه، فبالتالي هي مكملة. طيب هتعافى فعلا وهدخل مرحلة التشافي ولا صعب عليا؟ سؤال مهم قوي 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 قوي. النهارده هنجاوب عليه بطريقة مبسطة جدا، وهقول لكم طرق زي ما احنا متعودين كده، طرق بسيطة ينفع ان انت تشتغل بيها تغير حياتك. سمي بسم الله ونحط نية النهارده لللايف. طيب البيئة اللي أنا اتأذيت فيها، عشان الناس برضو ممكن تكون ما عندهاش خلفية يعني إيه بيئة مؤذية، يعني كلمة كده بنسمعها بيئة سامة، بيئة مؤذية. تعالى أديك كده تركات معينة تقول البيئة اللي أنت قاعد فيها هل هي بيئة آمنة ولا بيئة مؤذية. أول حاجة في البيئة المؤذية في نقد مستمر على أي فعل أنت بتعمله. والله لو طلعت اتشقلبت في نقد، والنقد دايما بيكون هدام. وفي نوعين من النقد، في بناء يعلي منك، وفي نقد دايما يهدمك يقلل منك. فطول ما انت في البيئة دي اي حاجة بتعملها بيحصل لك تناقض مستمر عليها. انت مش هتنفع، انت مش هتفلح، الكلام اللي بتقوليه غلط، شوف انت عملتي ايه، شوف انت سويتي ايه. نقد 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 نقد. فتلاقي الشخص اللي في البيئة اللي كلها نقد بيسعى دايما للكمال، المثالية، عاوز يكون احسن حاجة. عارف لما يقولك انت ما ينفعش تغلط، ما ينفعش تغلط، بس الانسان بيغلط، بس انا ما ينفعش لان انا طلعت على ان الغلط ما ينفعش، ما ينفعش تغلط. فلو غلط انت وقعت في نظرهم. فانت بتسعى دايما انك توصل للحاجة تكون 100%، ومش هتوصل ولا 10/10 ولا 100 ولا الكلام ده خالص. مفيش حاجة زي كده، بالعكس هتلاقي نفسك بتتعب عشان توصل انك ما تغلطش، وبرضه بتغلط، وبرضه انت مقصر. المشكلة عندك انت من الاخر كده. دي اسمها بيئة مؤذية. انا نشأت في بيئة كلها نقد، كلها تقليل لقيمتي. انا جبت 95%، ال5% راحوا فين؟ ليه ما جبت 96 و97 زي فلان؟ ليه ما دخلتيش الكلية الفلانية زي فلانة؟ فمهما عملتي انت مقصرة. دي بيئة مؤذية. البيئة المؤذية اللي دايما تخليكي تعملي الحاجة عشان تتحبي، عشان تتشافي، عشان انت قيمتك في الشيء اللي بتعمليه، قيمتك في النجاح اللي بتحققيه، قيمتك في الشغل اللي انت بتشتغليه. سبتي الشغل انت بلا قيمة، معكيش فلوس انت بلا قيمة، اترفدتي من الوظيفة انت بلا قيمة، ما دخلتيش الكلية الفلانية انت بلا قيمة. فبالتالي انا في بيئة مؤذية، بيئة حطت القيمة بتاعتي في أشياء مادية. فطول الوقت أنا شايف نفسي في الحاجة اللي المفروض أعملها، يبقى أنا كده صح، أو أنا كده حلو، أو أنا كده بتحب وبتشاف. دي بيئة مؤذية.
مساء الورد، انتوا وحشيني كتير. الناس اللي ببيئة مؤذية وحاسة ان في حاجات فعلا موجودة في المكان اللي هي فيه، يا ريت تشاركني، يا ريت تشاركني. يعني انا حابة كده يعني نخليه كده تفاعلي شوية. ولو عندكم اي سؤال انا هجاوب في الاخر. يا ولاء انا ممكن اخد سؤالك في اخر الحلقة. طيب نكمل. البيئة المؤذية احنا قلنا بيئة فيها رفض، فيها تقليل من شأني ومن قيمتي، جابوا لي مشاكل نفسيه. طب يا مصطفى في الشغل جابوا لي مشاكل نفسيه، انت هتلاقي عندك المشاكل النفسيه جايه من البيت اللي انت كنت فيه، والشغل مجرد انه داس على الجرح اللي عندك. وده اللي احنا هنقوله دلوقتي. لا بعتذر جدا، انا باخد الاسئله في اللايف، انا ما اقدرش ان انا ادخل معايا حد عشان وقت اللايف. تمام. ف مصطفى بيقول انه البيئه اللي هو موجود فيها اللي هي في قلب الشغل جايبه له مشاكل نفسيه، وانا بقول لك انها ضغطت على جرح عندك قديم. ذاكرت واختبرت ودرجاتي طلعت ضعيفه، كيف احاول تجاهل اليأس؟ ده اللي احنا هنقوله، ده اللي احنا هنقوله. بلاش تكرار الاسئله، انا هجاوب على الاسئله اللي هي مش خاصه بالموضوع اخر اللايف. زميلتي في الشغل لسه كنت بكلمها عنك، هي عندها 26 سنه والبيئه حواليها بتضغط عليها، انا لسه. تمام، ان هي لسه ما اتجوزتش. طيب يا ريت زميلتك تشاركيها باللايف ده. انا كده كده هحفظ ان شاء الله اللايف وهحط لكم على اليوتيوب. تمام. يبقى بيئه مؤذيه فيها نقد مستمر، فيها تقليل من قيمتك. هتلاقي كيف التخلص من البيئه المؤذيه. اصبروا، ما احنا هنقول دلوقتي، يعني استنوا كده ناخد تفاصيلها، بعد كده اقول لكم ازاي تتعاملوا في قلب البيئه المؤذيه. انا مش هخليك تخرج بره البيئه المؤذيه، بس هعرفك ازاي تحمي نفسك. كملوا معايا. يبقى في نقد، تقليل من قيمتي. طيب البيئه المؤذيه مفيش حدود، مفيش حاجه اسمها حدود، ما بيحترموش خصوصيتك اصلا. مفيش حاجه اسمها الوقت ده بتاعي، مفيش حاجه اسمها الحاجه دي بتاعتي، مفيش خصوصيه اصلا، بس انت سامح بده. فطول ما هو مفيش حدود دي بيئه مؤذيه، وانا اللي سامح بده. ودول طول ما انا مش عامل حدود ليا، هم بيخترقوا النفسيه جواك. فتلاقي نفسك عندك مشكله انك تقول كلمه لا على اي حاجه، حاضر ونعم. انت مش متاح، بس ما ينفعش اقول لا مش متاح. ما ينفعش اقابل فلان في بيتي الوقت ده، بس ما اقدرش اقول لها او اقول له لا ما ينفعش، عيب. ما ينفعش ان انا اخرج في الوقت ده عشان اشتري طلبات معاها في الوقت ده، بس ما اقدرش. دي زميلتي عندها مشكله وشكوى وانا مستنزفه مش قادره، ما عنديش طاقه اسمع، بس لازم اسمعها، دي زميلتي، ما ينفعش، عيب. طب ما انت ما عندكيش طاقه، بس ما اتعلمتش اعمل حدود نفسيه ليا، ما اتعلمتش اختار نفسي في الاولويه. اتعلمت ان كل الناس اهم 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 مني. انا فين؟ ده انا رقم 10 في الاخر. ده بسبب ان انا طول الوقت لازم اقول حاضر ونعم بدون نقاش. ما تناقشنيش، كلامك كله غلط، قراراتك كلها غلط. لازم تعملي ده قدام الناس، لازم تظهري بالشكل ده قدام الناس، لازم تتكلمي بحاجه معينه قدام الناس، لازم تتجوزي جوازه معينه بحاجات معينه عشان الناس. عشان الناس. انا فين؟ مش موجود. فين حدودي؟ مش موجوده. فين شخصيتي؟ مش موجوده. دي بيئه مؤذيه، بيئه حقنتك. عارف لما يكون في سم كده بيدخل جوه جسمي سنه سنه، السم القاتل بس ببطء شديد، مفعوله بيبان بعد فتره. يعني تلاقيني طول الوقت انا عمال اشرب 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 اشرب، فجاه اللي بيحصل تلاقيك مستنزف من الداخل، تلاقي اللي بيحصل معاك بره بيضغط على الجرح اللي جواك، بيدوس على الجرح. فتلاقي الناس عماله تعمل ايه بقى؟ تظهر في حياتك بيقولوا لك ان عندك جرح جوه، جرح رفض، جرح هجر، نقد مستمر، سيطره زياده عن اللزوم. تلاقي حد مسيطر عليك، حد بيقلل من قيمتك وشأنك.
فانت مستغرب، ده انا في الشغل بيقللوا مني والمدير بيقلل من شغلي، ومهما عملت من نجاح مش محسوب لي، لازم ادي اكتر. فكل الناس اللي عماله تظهر دي بتدوس على جرح جواك. فانت لما انفعلت ولما اتضايقت ولما حسيت ان انت قليل، مش من الموقف اللي حصل الان، من الجرح القديم عندك، من الجرح القديم عندك. فتعالى كده نشوف اللي بيقولك انا في الشغل سببولي مشاكل نفسيه. لا، هو انا عندي جروح نفسيه من الماضي، بس مجرد ان بيئه العمل اللي انا فيها داست لي على الجرح بتاعي. فانا ممكن اكون متعايش عادي، بتعايش مع الظروف وعادي ومكمل، مش واخد بالي ان انا موجوع اصلا، مش واخد بالي ان انا التقليل ده، هو انا ليه متعود ان حد يقلل مني او حد يأذيني؟ وليه متعود ان ما يكونش عندي حدود، ما يكونش عندي مساحه امنه بيني وبين الناس؟ انا مش متعود لاني اتربيت على كده، في كسر الحدودي. برافو. خلاص، هي حاجه كده انا انفجرت. فايه اللي بيحصل معانا بقى؟ تلاقي عندك بيحصل لك قرارات بدون وعي، يعني تاخد قرار في وقت بدون وعي، بتتهور، بتنهار، بتتعصب، بتترك علاقة معينة عشان اتأذيت فيها وتدخل علاقة تانية وتتأذي فيها، والحياة معاك دايسة، وتقعد تقول المشكلة فين؟ في الناس، المشكلة في الظروف. طب أغيرها إزاي؟ طب نسافر برا البلد دي يمكن نلاقي الدنيا أحسن، تلاقيها أسوأ، لأن المشكلة هنا. أنا محتاج أعالج الجرح اللي حصل لي من الطفولة. شكرا غرام، ميرسي ليكي. أشخاص بيهربوا بدون إعلان في فترة التعارف بين الجنسين. طب أنا هرد على السؤال ده، وهو سؤال مهم بس ملوش علاقة بالحلقة، بس هقول معلش هاخد بقى السؤال عشان أنا هنساه على فكرة. مستر ياسين بيقول ليه في أشخاص بيهربوا فجأة بدون إعلان في فترة التعارف بين الجنسين؟ في حاجة اسمها أنماط التعلق. عندي النمط الآمن والقلق والتجنب، في أنماط معينة في التعلق، ودي أنا خدت حلقة عنها قبل كده وبتهيألي حافظاها على اليوتيوب لو حابين ترجعوا لها، وهعمل لكم حلقة تانية عنها. أنا ليا نمط تعلق من وأنا بيبي، تمام، على حسب الحالة اللي أنا نشأت فيها والبيئة اللي أنا نشأت فيها. لو بيئة آمنة فأنا نمط التعلق بتاعي آمن، يعني الشخص قرب مني أنا آمنة، بعد عني أنا برضو آمنة، ما عنديش أي قلق، ما عنديش أي توتر، ما عنديش أي مخاوف. ده نمط، أنا بقول سريعا كده. في نمط تاني قلق، يعني أنا في العلاقة قلقانة جدا جدا، هيسيبني 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 هيسيبني. دي نظرية وحاجات كده بقى عميقة، أعمل لكم حلقة عنها تاني. فطول ما أنا في العلاقة تلاقيك دايما عندك قلق ومخاوف إن الشخص هيسيبك وهيتركك، فأنت تسيب. ده نمط. في نمط تاني اسمه نمط تجنبي. يعني إيه التجنبي بقى؟ يعني أنا عايزة الشخص ده ومشاعري جاية ناحية الشخص ده وعايزة أقرب منه، فأول ما أجي أقرب من الشخص فيبدأ الشخص يحس إن في مشاعر فيقرب مني، فتلاقيني فجأة بعدت. أول ما الشخص يبدأ يبعد تلاقيكي بتقربي أو تلاقيك بتقرب، ده اسمه تجنبي. طبعا هي أنا أعطيت اختصار كده، بس هو الموضوع أعمق بكتير 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 بكتير. عشان كده في أشخاص تلاقيها بتبوظ العلاقة وهي مش فاهمة ليه. نمط التعلق اللي عندها اللي محتاج يتفكك وتتحرر من حاجات معينة جواها، وده بنشتغل بيه في السيشن، ده بيبوظ العلاقات، وتلاقي حاجات بتتورث تلقائي لأولادنا وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل بسبب نشأتي. طيب نرجع تاني لموضوعنا. مش عقلية معقدة، يعني مش هنقول إن هي معقدة، لا يا جماعة، إحنا مساء الورد، مساء الفل. بصوا يا جماعة، إحنا في حاجة بتقولك إيه؟ كلنا مرضى نفسيين، يعني كلنا تعرضنا لأذى نفسي بقصد أو بدون قصد، يعني بوعي أو بدون وعي. يعني الأهل اتربوا بتربية معينة كان فيها قسوة، كان فيها رفض، كان فيها نقد، فما تعالجش وتشافى من الجروح دي، فيبدأ تلقائي يرميها على الولاد. بنسبة كبيرة ده بيحصل. فتلاقي بقى طلع النرجسي وطلع مش عارفة ايه وطلع مش عارفة ايه وطلع مش عارفة ايه، لأن هو كان عنده عقد نفسية من هو طفل وما تعالجش منها وما كانش عنده وعي بيها.
فتلقائي الحاجه اللي طلع بيها بيورثها وبيتعامل باولاده ويطلع نفس العقد او نفس المشاكل النفسيه. فكلنا مرضى نفسيين، يعني كلنا مرينا بحاجات كتير في حياتنا، بس الدنيا دلوقتي مختلفه. مجرد ان انت جالك كده يعني لايف بالصدفه، سمعت فيديو بالصدفه، قريت كتاب بالصدفه، مش صدفه، دي رساله جايه تقول لك فوق فوق، في حاجه كده محتاجه عندك تتشافى، تتداوى، تحتوي نفسك، تطبطب عليها. نفسك محتاجه امان، محتاجه حب، بتدور عليه بره. فاللي انت عمال تدور عليه بره انت كنت في احتياج ليه وانت صغير. فدي بقى مرحله يعني جروح الطفوله بقى وصدمات الطفوله. يعني انا لو فتحت فيها مش هنقفل اللايف، هنقعد يومين مع بعض. تمام. طيب انا مش عارفه في اسئله. شكرا. شكرا يا شهد، شكرا ليكم. طيب نكمل. ميرسي جدا، شكرا. نكمل البيئه اللي انا اتاذيت منها، ازاي ان انا ابدا اتعافى واطلع منها. يعني ازاي وانا في قلب البيئه؟ يعني ممكن بنت في قلب البيت بتاعها، هي ما اتجوزتش ولسه الدنيا ما اذنش لسه ربنا للنصيب، فهي مضطره تكمل في البيئه دي. او شاب مثلا مكمل في البيئه دي، يعمل ايه؟ التعلق. استاذ احمد، ده انا عايزه اقول لك انا لو فتحت في موضوع التعلق ده يعني هنعمل حلقه. ايه رايكم اعمل لكم حلقه عن العلاقات؟ نعمل حلقه ان شاء الله باذن الله. لو عرفت اخد حلقه في نص الاسبوع اعمل لكم حلقه. احنا في نص الاسبوع اصلا، في اخر الاسبوع هعمل لكم حلقه عن العلاقات. عينيا. ممكن نطلع الخميس مع بعض. حاضر، عيوني. هنزل ستوري كده الصبح اليوم اللي انا هطلع فيه، يعني يا بعد بكره يا بعد بكره، يا خميس يا اربعاء، يعني هظبط لكم. حاضر، بس هطلع بدري. يعني انا في الايام العاديه بقى اللي هي مش يوم الاثنين، يعني اي يوم تاني في الاسبوع انا بطلع بدري بعد الظهر كده. جهزوا الاسئله، يلا انزلوا. ليا شرف، ليا شرف بجد يا شهد، شكرا. حاضر استاذ احمد، ممكن تسالني طبعا. شكرا يا غرام، شكرا ليكم. وانتوا ليكوا رساله ان انتوا دلوقتي ممكن في ناس اول مره تدخل عندي اللايف، بس في ناس محتاجه الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. ممكن تشاركوا اللايف مع ناس تانية، الكلام ده يفرق معاها. مظبوط جدا. طيب نكمل حلقتنا، واحفظ لكم اللايف ده ان شاء الله باذن الله على اليوتيوب، فبكره يكون نازل. طيب يبقى انا مضطر ان انا اكمل في البيئه السامه. انا بنت لسه ما اتجوزتش وقاعده مع بابايا ومامتي اللي طول الوقت نقد مستمر، طول الوقت بتقلل مني، طول الوقت بتتخانق معايا، بتكسر فيا في مقاديفي. انتي مش حلوه، انتي جسمك تخين، انتي بتاكلي كتير، انتي بتتكلمي كتير، انتي مش فالحه. كل الكلام السلبي عماله تقوله. اجي بس اشاركها باي حاجه حصلت في الشغل، مشكله عاديه، انتي غلطانه، انتي تستاهلي، انتي اللي عارفين لما يكون دايما انا اللي فيها مشكله، مفيش اي انصاف خالص خالص نهائي. طول الوقت انا اللي غلط، انا اللي فيها حاجه غلط. فانا فعلا شايفه نفسي غلط، طبيعي. اما هما مرايتي يا جماعه، الام والاب مرايتنا. انا شفت نفسي في عين بابايا وعين مامتي، قالوا لي انت حلوه وجميله، انا شايفه نفسي حلوه وجميله، مش مستنيه الكلام ده من بره. انت وحشه وجسمك وحش وكلامك مش حلو وكلك على بعضك غلط، وجيتي غلطه خلصت. انا فعلا غلطه في الحياه. فانا شفت نفسي في عين بابايا ومامتي. فيا ترى احنا شفنا نفسنا ازاي؟ عارفين لما تكون المرايه متكسره ومتشوهه؟ صدقوني زي ما بوصف لكم كده بالظبط. الناس اللي طلعت في بيئه مؤذيه بتشوف نفسها مشوهه، المرايه متكسره. انا مش عارفه اشوف وشي، انا وشي مشوه مكسر. مش عارفه اشوف جمالي اللي ربنا حطه فيا، مش عارفه اشوف قدرتي كانسان. فيا روح الله، مخلوق عظيم فضلني عن اي مخلوق. خلق الكون ده كله مسخر عشاني انا، عشان يخدمني انا. مش قادره اشوف نفسي بالصوره دي. شايفه نفسي ان انا جايه عشان اتعب، عشان اشقى، عشان ارضي ده واعمل ده. اتفقنا؟ المدح الكتير بيبوظ الدنيا؟ لا. ما انا هقول حاجه، انا مش بدلع بزياده، ودلع بقى نقول عليه ملوش
تعب، لا خالص. في فرق ما بين انا بمدحك فعلا وبقوي شخصيتك. انا بنتي بقول لها لبست حاجه تحفه جميل فيكي، انا هنا ما فيش بوظان. فلما حد تاني يقول لها تحفه جميل فيكي، هي الكلمه ما خدتهاش وطلعت بيها فوق، لانها اتقالت لها من المرايه بتاعتها انها جميله فيكي. جبت مثلا حاجه و80، برافو جميل جدا، انت عملتي اللي عليكي، وعلى فكره تقدري تجيبي احسن من كده المره الجايه. انا هنا عملت ايه؟ انا مدحت. وعملت ايه؟ في فرصه تانية كمان انك تجيبي احسن من كده، بس اللي انت فيه ده 10/10، عشان انا شفت مجهودك وشفت تعبتي قد ايه. في مدح، مش طول الوقت، مش في الغلط بمدح، مش في الغلط في مدح. في الغلط بقول في غلط، في غلط، وازاي ان احنا نعدل الغلط واشارك. هي ليها راي، انا ليا راي، ابني ليه راي، انا ليا راي. وعلى فكره اقول لكم حاجه، الاشباع العاطفي، شكرا جدا مستر ياسين. انا ممكن اكون وجهه نظري غلط، ممكن اكون وجهه نظري غلط، ما انا انسان يا جماعه. ممكن هم وجهه نظرهم لا فرقت معايا حاجه معينه مش واخده بالي منها، الجيل ده طالع بيفكر بطريقه معينه، انا ممكن استفاد منهم. فيبقى في مشاركه في حاجات، انا بحط الدين، الاخلاق، الضمير، حاجات معينه، اسس معينه ببنيها ببنتي او ابني وخلصت. بس خلي بالكم يا جماعه، انا راعي على اولادي، انا ليا دور، يعني انا دوري هنا مش دوري مسيطر ومحكم على اولادي خالص، ده مش دورنا كأب وأم، مش دوري خالص. لأن في أب وأم طول الوقت سيطرة وتحكم غير عادي، ممكن يبوظوا حياتهم عشان خاطر إيه؟ أنا المتحكم وأنا المسيطر، وما ينفعش تفلت من إيدي، ما ينفعش. تحس بضعف الأم أو الأب، يحس بضعف لو الولد أو البنت خرج بدأ يكبر يبقى ليه شخصيته، أنا حياتي بتنهار فابدأ إن أنا أسيطر أكتر. ده مش دورك، ده أنت مريض نفسي، انت عندك مشكله نفسيه. السيطره والتحكم بزياده ده اسمه مرض نفسي. ارجع، انا دوري، ربنا حاطيني على الارض دور ام، دور اب، بس دور، مش ملكي. ابني مش ملكي، بنتي مش ملكي. طبيعه المحيط ما فيهوش مدح، هتلاقي يا اسراء انت اي كلمه من بره هتشدك، اي كلمه. اللي ما شبعش كلام حلو ببيته اي كلمه هتشدها. ما من هنا بتحصل المشكله. انا اول مره ودني تسمع الكلام ده، فهتشد لاي كلمه. لو في اسئله. خطا طبيعي، وانا بغلط على فكره، وعلى فكره عادي لو انا غلطت وقلت ان انا غلطت في الحاجه دي، عادي جدا يا جماعه، احنا بشر بنغلط، ده ما يقللش مني كأم ولا يقلل منك كأب خالص. التوازن في كل شيء بينشئ جيل سوي بدون مشاكل نفسيه. شكرا جدا استاذ احمد، ده حقيقي جدا. توازن ما بين المدح، ما بين النقد البناء مش الهدام. يعني يبقى في نقد، بس النقد ده يبني مش يهد. اتفقنا؟ طيب نقول بقى الخطوات اللي تخليني اطلع اتعافى، احمي نفسي من جوه. بس انا ما طلعتش بره، انا جوه البيئه بتاعتي، بس انا هطلع بالجروح اللي جوه واشوفها قدامي وابدا ادخل في مرحله تشافي. تعالوا بقى عشان اللي جاي ده مهم جدا 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 جدا. الناس اللي مضطره تكمل في بيئه سامه مؤذيه، تعال اقول لك بقى الخطوات اللي تخليك تتعافى، تحمي نفسك وانت جوه البيئه دي. اول حاجه لازم تبدا تشوف الجرح اللي جواك. يعني الناس اللي عايشه ومكمله وبتضحك ومبسوطه من بره، تعال ادخل جوه واكتشف الجرح اللي عندك. يعني اكتشفه ازاي؟ شوف المواقف اللي عماله تتكرر معاك في حياتك، فيها رفض، فيها نقد، فيها في سيطره، في حاجات معينه بتظهر بشكل معين ومستمر في حياتك، دي كده جرح من الطفوله. هاتها واكتبها قدامك وطلعها. فرقم 1 لازم تكتشف الجرح اللي جواك. انا عندي جرح من الطفوله. ايه هو بقى الجرح؟ كنت بترفض،
كنت بتهجر، كنت طلع الجرح بتاعك. نكتسب مناعة. شكرا حبيبتي، شكرا. ايوه، نقف بهدوء بكتابة كل شيء بداخلك. هنقول بقى امتى نقف بقى يا استاذ احمد؟ انا هنا اكتشفت الجرح وكتبته، حلو قوي. طيب تاني حاجة، انا محتاجة افصل الماضي عن الحاضر. ازاي بقى؟ انا زمايلي في الشغل بيضايقوا عليا، حاسه ان انا مضطهديني في الشغل، فانا مخنوقه ومتضايقه. مديري دايما بيقلل مني، فانا اتعصبت وانهارت وبكيت. تعالى بقى كده نفصل الماضي عن الحاضر. تعالى دلوقتي الموقف اللي حصل، اول سؤال تساله وتكتبه عندك في الورقه، ماذا حدث؟ ايه اللي حصل؟ الموقف احكيه في الورقه كده. حصل 1 2 3 4. الموقف دلوقتي، احكي الموقف. حكيت، كتبت موقفك. تعال نشوف شعوري تجاه الموقف. حسيت بايه؟ حزنت جدا جدا، اتربكت وقلقت وتوترت، خفت. اكتب احساسك وشعورك. نحلل الموقف. رقم 3، ايه الفكرة اللي نتجت عن الموقف ده؟ فكرت في فكرة كده، فكرة سلبية كده طرقت، انا هفضل طول حياتي فاشل، انا مش هنفع في شغل. فكرة، اكتبها. رابع حاجة، تعال نشوف الموقف ده بيفكرك بإيه في الماضي. احنا هنا جبنا الموقف اللي في الحاضر اللي هو دلوقتي. فرقم 4، تعالى قول لي الموقف اللي حصل دلوقتي اللي قدامك بالمشاعر بالفكرة دي بيرجعك لموقف حصل شبيه ليه في الماضي. اكتب الموقف بتفصيله، هتلاقيه طلع معاك تلقائي. لو انت حتى مش فاكره هتلاقيه طلع معاك. اكتب، هتلاقي شعورك تجاه الموقف اللي من الماضي نفس الشعور بتاع الحاضر بتاع دلوقتي، ونفس الفكرة اللي جات لك هي نفس الفكرة اللي موجودة دلوقتي. فانت هنا ايه؟ ده في ماضي وفي حاضر. طب تعالى بقى، يعني انهيارك دلوقتي جاي بوعي ولا بجرح؟ جرح. انهياري اللي حصل دلوقتي وعصبيتي وان انا قررت اسيب شغلي ده جاي عن طريق جرح، مش قرار واعي، مش حاجه ناضجه عندي، مش قرار المفروض اخده دلوقتي. فصلت الماضي عن الحاضر. الشخص اللي كلمني دلوقتي كان بيشاور على جرح من الماضي. نفس المشاعر اللي جات لي دلوقتي هي موجوده عندي في الماضي متخزنه في جسمي. بصوا يا جماعه، انا بديك، مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه مستحيله، الغوا الحته دي خالص. انا بديك خطوات معينه، انت محتاج تقرا، محتاج تدخل مع مختص في رحله تشافي. يعني في مراحل مش هينفع اكون لوحدي، انا في مراحل في جروح قديمه قوي وعميقه قوي محتاج مختص تشتغل معايا. بس في حاجات معينه الف ب لازم تبدا بيها. يبقى انا فصلت الشعور والفكره والشخص، وعرفت ان انا دلوقتي جرح ومش وعي. طيب ايه بقى اللي يتم؟ انا محتاجه اقول ان انا عايزه احمي نفسي، محتاجه ان انا اخد مناعه. يبقى انا اعترفت ان في جرح محتاجه اتشافى منه. قلنا الف ب، اي موقف سلبي حضر في عقلك اكتبه، احرقه، قطعه، الموقف انتهى، ما تتكلمش فيه تاني. ما دي من مراحل التعافي. اكتب الموقف اللي اتأذيت منه والجرح اللي عندك، احرق الورقه، اقطعها. دايما اقولها في كل مره. تمام؟ يبقى احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ داخلين في مرحله تشافي، مرحله التعافي. حرقت، اتخلصت من الجرح، تعالى الجرح دلوقتي مش الجروح، اللحظه اللي انت فيها دلوقتي. فتبدا بقى خش بقى في مرحله الوعي، لان اللي حصل لك ده اللاواعي اللي اشتغل معاك هو اللي طلع دموعك ومشاعرك وانهيارك في اللحظه دي. طيب الوعي بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الكلام اللي اتقال هو ملوش علاقه بيا. يعني الكلمه اللي اتقالت لي من مديري هي نفس الكلمه اللي اتقالت لي من مدرسي او من بابايا قبل كده. تمام؟ فدي كلمه تمس الشخص نفسه او ترجع للشخص نفسه. طب هل هي بتمس قيمتي؟ لا. انا كانسان يمسني الكلمه دي؟ لا. ده اللي انت تقوله لنفسك.
فالكلمه هنا ترجع للشخص اللي قالها، مش ليا خالص. احنا مش بننسى الجرح، احنا بنتشافى من الجرح. الجرح مش بيتنسي. في فرق ما بين انا عندي جرح، حد عمال يدوس لي على الجرح والجرح عمال ينزف، فانا طول الوقت عمال اصرخ واتألم. في فرق ما بين اقول لك تعالى ننظف الجرح ونبدا ناخد مضاد حيوي للجرح ونبدا نتشافى ونتعافى. هناخد وقت لحد ما الجرح يتلائم، فاللي يجي يخبطني بعد كده مفيش وجع، هو في جرح بس الجرح قديم اتشافى. فاي حد هيجي يلمس الجرح انا ما عنديش وجع، انا ما عنديش انهيار، انا ما عنديش بكا، ما عنديش خوف، لان الجرح اتشافى. فانا محتاجه اعمل ايه؟ شكرا يا غرام. محتاجه ان انا اتشافى من الجرح. انا بتشافى. فصلت، عرفت ان انت قيمتك ملاش علاقه بالشخص. خلي بالكم، انا ممكن شخص عندي ضعف في ثقتي بنفسي بسبب المكان اللي انا قاعد فيه، فانا عندي وعي وبدات اقرا وبدات ادخل في جلسات وبدات بس بدخل في نفس البيئه عماله تخبط فيا. فمحتاجه اعمل ايه؟ البسوا حاجه في ودانكم. انت في مرحله تشافي. اي كلمه سلبيه ما تخليهاش تدخل، اكتبها وارميها، اكتبها اقطعها، بس ما تعديش انها تدخل تاني. شويه شويه هتلاقي نفسك انت بقيت اقوى. الكلام مش بيمسك اصلا، هو مش انت بدات يكون عندك ادراك ووعي ان الشخص ده عنده اذى من الطفوله ما تشافاش منه، دي عندها جروح، فبتعمل اسقاط عليا. في حاجه اسمها اسقاط، يعني اللي فيا بجيبه في الشخص اللي قدامي. انا بكذب فطول الوقت عمال اقول لك انت كذاب انت كذاب انت كذاب، انا اللي بكذب، فبعمل اسقاط على الناس اللي حواليا. ممكن اغير المحيط؟ طبعا ممكن جدا، ده لو ينفع. انا هنا بتكلم لو انا مضطر اكمل في البيئه السامه، البيئه المؤذيه. هل هفضل طول حياتي ما اتشافي؟ لا، في طبعا خطوات مهمه جدا 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 للتشافي. اخر حاجه بقى في مرحله التشافي، لازم تاخد مساحه امنه بعيد عن البيئه اللي انت فيها. اتمشى كل يوم نص ساعه. خلي عندك صحبه امنه، صحبه عندها وعي، عندها ادراك، تبقى معاهم. احجز جلسات تعافي وتشافي. اشتغل على نفسك، استثمر في نفسك، استثمر في نفسك. وانت في قلب البيئه في مساحه تانية خارج البيئه اللي انت فيها. دي لازم. اقروا يا جماعه كتير عن مراحل الطفوله وعن صدمات الطفوله وازاي تدخل في مراحل الوعي بذاتك وبنفسك وبمشاعرك. الحياه بتتغير لما انا اتغير، مش لما البيئه تتغير. انا خلصت، واتمنى يكون الموضوع فرق مع ناس داخله النهارده اول مره عشان بس تجيلها رساله مني. في كتب معينه، في علاقات خاطره ابدأي بيها غاده بتاع دكتور محمد طه، رائع 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 رائع، ابدأي بيه.